ده انت كداب كدب الإبل، مثل شعبي اتقال زمان جدا وتوارثناه عبر الأجيال وأغلبنا ما يعرفش قصته ولكن بنقوله برضه. فيا ترى الإبل عملت إيه علشان نشبه بيها الكدابين؟ قالك يا سيدي إن زمان قوي قبل التقدم العلمي والتكنولوجي كانوا قبائل البدو وهم راكبين على جمالهم ومسافرين بيلاحظوا في نص الطريق ان الجمال بتحرك بقها وبتمضغ حاجه، فبيفتكروا ان هما بياكلوا زرع، ومعنى ان في زرع يبقى المكان ده فيه ميه، فبيوقفوا القافله وينزلوا جري يدوروا على الزرع. فين الزرع؟ مفيش زرع. طب انت بتمضغ ايه يا ابني؟ بمضغ العشاء بتاع امبارح، تاخد حته. فكان الموضوع ده عامل لهم قلق، وكل شويه يضحك عليهم ويطلع الجمل كداب ومفيش زرع ولا حاجه. ومن بعدها طلعت سمعه على الابل انهم كدابين. نيجي بقى للتفسير العلمي ورا الكدبه دي ونجاوب على سؤال: هو الجمل كان بياكل ايه؟ بص يا سيدي، الجمل ربنا خلق له معده متقسمه 3 غرف، فبيقدر يبلع الاكل سليم ويخزنه في معدته علشان لما يجوع وما يلاقيش اكل متاح يقوم يطلع شويه من المخزون ده ويمضغه ويبلعه فبيشبع. يعني بيتحمل مسؤوليه نفسه وبيعرف يتصرف. الدور الباقي بقى على اللي بيفضل يسيح لو الاكل